رسالة إلى محلات الجوالات، رسالة إلى محلات الملابس، رسالة إلى كل المحلات، مع علمنا أن الأصل في الناس السلامة، في العامل وصاحب المحل أنهم أهل خير بإذن الله، ولكنه قد فاح وجاءنا النتن الذي آذى أنوفنا وأزكم أنوفنا، الذي يخرج من بعض هذه الأماكن. وما جريمة صنعاء التي منتشرة هي اليوم، جريمة صنعاء التي حصلت قبل أيام في قتل شاب يقال له عبد الله الأغبري في محل جوالات. رأينا تلك الذئاب البشرية وهي تنهال على شاب صغير لا حول له ولا قوة بين 4 جدران، وانهالوا عليه ضربا بدون رحمة ولا شفقة. والله لو أن هذه الصورة كان بين يديهم كلب وبين يديهم حيوان وعذبوه بهذه الوحشية والطريقة إلى الموت، لقلنا لهم اتقوا الله في هذا الحيوان، اتقوا الله في هذا الكلب. فكيف وهم يعذبون على نفس آدمية مؤمنة مسلمة بريئة لا حول لها ولا قوة. الجريمة الذي رأيناها في صنعاء إنما هي جريمة من آلاف الجرائم. ضاعت الدولة، فلما ضاعت الدولة أصبحنا في دولة عصابات هنا وهناك وجماعات هنا وهناك، والضحية المسلم المواطن عرضه معرض للانتهاك، ماله معرض للنهب والسرقة، أمنه مهدد، دمه مهدد، كل شيء أصبح في حياته مهدد. ونعلن من على هذا المنبر تضامننا الكامل مع الجريمة التي حصلت في صنعاء، حتى يأخذ المجرمون يأخذون عقابهم الرادع ويصلبون أمام الجميع من أي فئة مهما كانت. وإلا عباد الله فالقادم أسوأ إذا استمرينا فيما نحن فيه من الضياع وعدم حفظ الحقوق والواجبات وعدم حفظ الأعراض. أختك هي أختي وأمك في مقام الأخت، وهكذا جميعا. عرض المسلم هو عرض لنا جميعا. أسأل الله أن يحفظ أعراض المسلمين.